دائما اليمني ضحية في كل مكان، وهذه المرة الطفل أحمد. الطفل هذا يسكن في الرياض، طلبت منه والدته أنه يطلب عشاء أو له عشاء تقريبا، وخرج مع صديقه على أساس يطلعوا يجيبوا عشاء، ولكن هذا صديقه يبدو أن معه مشاكل مع جارهم، اللي هو مشاكل ما غير معروفة. أول ما خرجوا العيال من البيت اللي هو أحمد وصديقه هذا، طلع جارهم على طول، طلع المسدس وأطلق على هذا الولد اللي مع أحمد 3 طلقات. فأحمد شاف الموقف قام يصيح ويهرب، قام هذا الرجل طلع المسدس وكمان لحق أحمد وعمل له طلقتين. أحمد طلع جواله أثناء إصابته واتصل على والدته، لكن هذا المجرم واصل توحشه وأطلق عليه الطلقة الثالثة وأصابته بالقلب وتوفى مباشرة. طبعا معروف بالسعودية ما بيضيع حق الولد، وهذا شيء معروف، العدل هنا والحق بتاخذه بإذن الله، وما نقدر نقول إلا الله يصبر والده ووالدته بما أصابهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.